يعني لم يعبث برعيته، وإنما كان لافظا لأمر دنياه. قال فما تنكرون عليه أيضا؟ قالوا لا يجيب أحدا بليل قط. قال ما تقول يا سعيد؟ قال أما النهار فجعلته لهم يا أمير المؤمنين، وأما الليل فجعلته لربي عز وجل، لا ألقاه يوم القيامة مفلسا. فقال عمر الحمد لله. وما تنكرون عليه أيضا؟ فقالوا إذا جلس معنا تعلوه غشية ولا يخرج إلينا في كل شهر يوما كاملا. آخر ما قالوا. قال ما تقول يا سعيد؟ قال أما اليوم الذي لا أخرج إليهم في الشهر فإني لا أملك إلا قميصي هذا يا أمير المؤمنين، فألبسه شهرا ثم أغسله غسيلا وأجعله حتى يجف فيستغرق اليوم بطوله، فلا أخرج إليهم هذا اليوم في الشهر. قال عمر الحمد لله. ما تقول يا سعيد فيما قالوه عنك أنه تعلوك غاشية؟ وهو معلوم أن الإمام ينبغي أن يكون كاملا قدر المستطاع كما نص في ذلك أهل العلم. فما هذا الصرع الذي ينوبك؟ قال يا أمير المؤمنين إني كنت في من خرج وشهد مقتل قبيب بن عدي، وعلمت أنني كان باستطاعتي أن أنصره يومها، لكنني لم أنصره، فخشيت يا أمير المؤمنين أن يعاقبني الله عز وجل أنني لم أنصر مظلوما، فكلما تذكرت هذا علاني الغش. قال عمر الحمد لله. ثم أرسل إليه بمال آخر، فقالت امرأته قد أراحنا الله من خدمتك، اذهب فاشتري لنا مؤنة واشتري لنا خادم